عايز اقول لك كام حاجه مهمين كده قبل ماتش انبي. اول حاجه، احنا لسه ما كسبناش اي حاجه، كل البطولات اللي احنا فيها لسه معلقه، مفيش حاجه محسومه فيها لحد دلوقتي. حتى الدوري احنا لسه ما حسمناهوش، يعني لسه، يعني ماتشين كمان مكسب عشان نحسمه، فاحنا محتاجين نركز وكفايه احتفال وتحفيل. حمزة الجملي مذاكرك من الماتش اللي فات، وعارف انت بتبني اللعب ازاي، ومذاكرك كويس قوي، وبيلعب دفاع متقدم وبيضغط بمهاجم تاني علشان يغلس عليك، ما خلاكش تعرف تبني الهجمة صح، وقافل على الكرة الطولية. فماتش انبي ده هيبقى من ارخم الماتشات واهمها، ولاعيبة انبي داخلين مشحونين منك من الماتش اللي فات، علشان هما كسبوك، يعني هما الفرقة الوحيدة اللي كسبتك من 11 ماتش. حاجة تاني، ان اصلا انبي مش بتنافس على حاجة، يعني انبي خلاص خلص من مسألة الهبوط، فهو في مجموعة الصعود، وهو مثلا مش بينافس على افريقيا، ولا بينافس على بطولة ان هو يخش بطولة افريقية، ولا بينافس على الدوري. فهو داخل الماتش ده اللعيبة مستريحة، ما فيش ضغط عليها، بل انت اللي هتكون مضغوط، انت اللي محتاج تكسب. فهم عايزين يدوا الماتش ده كده هدية للأهلي. خد كده، اكسب بيراميدز واكسب الماتش الزمالك واركب فوق. فأرجوكوا خلاص، كفاية تحفيل، كفاية احتفال بفوز ماتش بيراميدز، خلاص نركز في اللي جاي، ندعم اللعبة في اللي جاي. كلمتين بقى للناس اللي هتحضر الماتش في الاستاد، وانا واحد منهم ان شاء الله بإذن الله. انا في التالتة يمين علوي. آه، اللاعيبة بتاعت انبي هتقعد تستفزنا، وكهربا مستفز. بلاش يا جدعان نتوقف قبل ماتش الاهلي، بيتلككوا علشان يوقفونا ماتش الاهلي. بلاش. هي الحاجة الوحيدة اللي بتكسب الزمالك الجمهور، الزمالك من غير الجمهور مش هيكسب حاجة. فيا جدعان، بلاش نشتم في اللعيبة، بلاش نرمي ازايز، بلاش اي حاجة. الله يستركم وخليها تعدي على خير. لو وصلت لهنا انزل اخبط اللايك، واعمل اشتراك لو انت مش مشترك، وصلي على النبي، واحمد ربنا على اللي معاك. سلام.